طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. ورجعنا لكم تاني على 887 FM وطلعت شمس النهارده على راديو مصر. وفي خبر كده عايزين نقوله لكم عن قطع مياه وبيان من شركة مياه الشرب بالقاهرة. بتعلن الشركة عن انه بناء على طلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحي قطر 600 ملم أسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة، الأمر اللي بيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق زهراء مصر القديمة، اسطبل عنتر. عندنا برضو خارطة الشيخ مبارك. ده هيكون اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم لغاية الساعة 9 صباح اليوم التالي صباح يوم الأربع. يعني من الساعة 9 النهاردة بالليل لغاية 9 تاني يوم اللي هو الأربع هيبقى فيه قطع مياه في مناطق زهراء مصر القديمة واسطبل عنتر وخارطة الشيخ مبارك. الشركة بتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن اللي احنا قلنا عليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. والشركة بتقوم بتدفع بسيارات مياه صالحة للشرب بتوزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفي حالة طلب يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب. الرقم اللي أنا هقوله 012 666 5125. هقوله مرة تانية 012 666 5125 0120 36 51 25. دي خدمة الواتساب اللي بتقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة للمواطنين يعني اللي ما لحقش يسمع معانا واللي طبعا عارف ان في حد من قرايبه ساكن في المناطق دي يبلغهم تليفونيا يقول لهم سمعنا في راديو مصر دلوقتي في برنامج طلعت شمس النهارده ان هيتم قطع المياه عن 3 مناطق دول زهراء مصر القديمة واسطبل عنتر وخارطة الشيخ مبارك من الساعة 9 بالليل لغاية الساعة 9 الصبح تاني يوم الأربع.